اهلا بيكم في طريقة الامبراطور. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. الفيديو ده هيكون التوقعات العاطفية لبرج العذراء، طاقة مفتوحة. قبل ما نبدأ الفيديو ادخلوا على التعليقات واكتبوا يا رب بنية الفرج. خدوا من الفيديو اللي ينطبق على حياتكم وسيبوا الباقي. برج العذراء، أنا شايف إن في حد زي ما يكون مشغول بيكم، ملهوف عليكم، بيراقبكم. ممكن يكون عايز يتكلم معاكم، وممكن يكون عايز يتقدم، ممكن يكون عايز يعترف بحبه، ممكن يكون بيحاول إن هو يداري ده. سواء كان واحد سواء كل واحد واختلاف حياته. بس أنا شايف إن في لهفة قوية جدا من شخص تقيل جدا. انتوا قدرتوا إن انتوا تمتلكوا مشاعره وتمتلكوا تفكيره. في حد تعبان لأن الشخص ده عايز ياخد ويدي معاكوا في الكلام، عايز يتكلم معاكوا، عايزكوا تكونوا موجودين في حياته. وبعدكوا عن الشخص ده وعدم مقدرة الشخص ده عن الاعتراف، أو الإيجو بتاعه عالي، أو مش واخد إن هو يعترف بالحب، أو إن هو يبادر بالحب، أو إن هو يضعف. بس أنا شايف إن الشخص ده خلاص ضعف. الشخص ده بقى عامل زي المجنون في حبكم. أنا شايف إن الشخص ده مش قادر إن هو يخبي مشاعره أكتر من كده. شايف إن هو يتواصل كمان. ده شخص مش قادر يبعد عنكم، أو مش قادر يتخيل حياته من غيركم. من غير ما تكونوا انتوا موجودين فيها، أو من غير ما انتوا تكونوا جزء منها. الشخص ده يعني هو بيقاوم صحيح، من نوع يعني الإمبراطور، أو بيبقى دارس خطواته كويس جدا، أو عارف هو بيعمل إيه. وقبل ما بياخد خطوة بيفكر فيها مليون مرة. بس خلاص هو الشخص ده تعب. الشخص ده بقى جواه مشاعر قوية جدا، أو جواه انجذاب اتجاهكم بطريقة غير عادية. طول الوقت بيفكر فيكم، طول الوقت بيدور على طريق إن هو يراقبكم بيه، أو يكون قريب منكم، أو يعترف أو يعرف انتوا بتعملوا ايه، أو انتوا مهتمين بإيه. الشخص ده مشاعره أو قلبه زي ما يكون يعني واخداه ليكوا، حاسس بارتياح ناحيتكم، حاسس إن هو عايز يكون قريب منكوا. ده شخص بيحبكم، سواء كانت علاقة حب أو كراش أو حتى زواج. بس ده شخص بيتمتع بالذكاء، شخص كتير ذكي. وواضح إن هنا في الكروت إن هو عايز يعني يجري عليكوا. هو زهق من كتر كتم مشاعره، هو مش قادر يعني يصبر أكتر من كده. بس هو مبين إن هو زي ما يكون الشخص ده شريكم وبيحبكم جدا، أو حبه ليكم زي ما يكون مش هيكون فترة وخلاص، زي ما يكون حب علاقة هتدوم للأبد. الشخص ده هيقدم لكم كل اللي انتوا عايزينه. هيحاول بقدر الإمكان إن هو يفرحكم أو يساعدكم، زي ما يكون هيبقى فيه عوض كبير جدا. يعني الشخص ده زي ما يكون عارف قيمتكم. في حاجة كتير يعني قيمة جدا في طريقها ليكم. الشخص ده زي ما قلت لكم طول الوقت مشغول بيكم، طول الوقت بيفكر فيكم. الشخص ده عايز ياخد خطوة جادة جدا، عايز يتواصل معاكم، عايز يبقى فيه تبادل للكلام، ارتياح معاكم، حب، ملهوف عليكم، عايز يعترف بحبه، يطلع اللي في قلبه. ده شخص عايز يتكلم أو عايز يعبر عن مشاعره. الشخص ده عايز حب. ده شخص خلاص مش قادر إن هو يفكر أكتر من كده، أو يحسبها بتفكيره، لأن هو حاسس زي ما يكون تفكيره خذله، أو تفكيره بيضيع وقت أكتر. والشخص ده مستني فرصة طول الوقت، يعني عينه عليكم، طول الوقت بيفكر فيكم. وده شخص يمكن تقيل، ممكن يكون بيزنس مان أو رجل أعمال، أو ممكن يكون ليه بوزيشن مرموق، زي ما يكون ليه شخصية سيادية. ده شخص ليه وضعه وليه مكانته. ده شخص زي ما يكون بنقول لما بيقول حاجة يعني تنفذ على طول. يعني زي ما يكون شخص مسؤول. انتوا عندكوا هدف معين، انتوا في حاجة انتوا بتتمنوها، ومش هتقبلوا بأقل منها. وانتوا الحاجة دي انتوا هتحصلوا عليها، وهتكونوا في منتهى السعادة. هتحسوا ان انتوا ملكتوا الدنيا وما فيها، زي ما يكون مفيش حاجة تاني انتوا هتبقوا عايزينها. انتوا خلاص اللي انتوا كان نفسكوا فيه حصلتوا عليه واكتر كمان. روحكم اللي اتسلبت منكم، او تعبكم اللي انتوا مريتوا بيه في حياتكم، كل ده هيتنسي بالحب ده او بالعلاقة دي. ده شخص هيحسسكم ان انتوا كتير محظوظين. هيرجع الحب او التوازن او
الثقة في نفوسكم من تاني. لو قلوبكم مجروحة أو حد خذلكم، كل الحاجات دي مش هتفتكروها، كل الحاجات دي هتبقى ورا ضهركم. صحيح انتوا عارفين ان ربنا هيرزقكم بده، او هتلاقوا اللي انتوا بتتمنوه او اللي انتوا نفسكوا فيه وجواكم احساس بده، ان هيجي الوقت اللي الدنيا هتديكوا وشها ليكوا، وزي ما يكون الدنيا هترجع تضحك لكم من تاني، وده هيتحقق. انتوا زي ما تكونوا موهوبين، او ممكن يكون احساسكم عالي، او ممكن يكون ثقتكم بربنا اللي انتم واضعينها في ربنا مش هتتخذل. مفيش حد بيضيع يعني بيضع ثقته في ربنا وبيتخذل ابدا. أنا شايف إن بلاش الحيرة اللي انتوا فيها دي، هي مجرد شوية وقت أو مجرد انتظار بسيط جدا، واللي انتوا بتتمنوه أو اللي انتوا نفسكوا فيه هتحصلوا عليه. ثقوا في إحساسكم وبلاش الصراع الداخلي اللي انتوا ساعات بتمروا بيه ده. حاولوا إن انتوا تسيطروا على مشاعركم وعلى تفكيركم، ما تسيبوش أي أفكار سلبية إن هي تتملك منكم. الشخص ده في منتهى الذكاء، الشخص ده ممكن يكون في كلام ومش هيجيبهولكم الموضوع بطريقة مباشرة، ممكن يكون بطريقة غير مباشرة. يعني في كلام عايز يقولهولكوا بس مش هيقولهولكوا بطريقة مباشرة، هيقولهولكوا بطريقة غير مباشرة. يعني ممكن يكون عايز يعبر عن حبه بس بأسلوب اللي هو يعني مش بالأسلوب اللي هو يقولك أنا بحبك، لأ. ممكن تعابير وشه هتبان عليه، ممكن هيبان في عينيه، لهفته عليكم، اهتمامه. الشخص ده هيبين حبه بس مش بطريقة مباشرة. ده شخص ذكي جدا بس هيعرف ان هو يوصل لكم احساسه كويس جدا. فمش عايزكم تقلقوا، وبلاش التعب والافكار السلبية اللي انتوا يعني بتدور في دماغكم عشان ما تأثرش على حياتكم او على صحتكم. تفائلوا خير في اللي جاي، لان انا شايف ان اللي جاي ليكوا هيكون فيه فرح وسعادة بإذن الله. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.